سياق حديثي لكم اليوم هو عن كيف أنا وياك لا ننخدع. رح روح إلى كتاب لوقا، إنجيل لوقا الإصحاح 15. وبسرعة هلا أنت هونيك بتقرأ عن 3 أمور يتحدث عنها الكتاب المقدس بإنجيل لوقا الإصحاح 15. الرب يسوع المسيح تحدث عن هذه ال3 أمور. الأمر الأول الخروف الضائع، الأمر الثاني هو الدرهم الضائع، والأمر الثالث هو الابن الضائع، الضلال. إذن ثلاث أشخاص أو 3 أمور تتحدث عن الخداع، مخدوعين. وياما أشخاص عاشت كل حياتها في هذه الدنيا واكتشفت بأنها مخدوعة، وللأسف حتى في أشخاص ماتت من أجل قضية هي خدعة. قديش في ناس مخدوعة في هذا العالم، قديش في ناس تعتبر حالها أنه هي ماشي صح ومعها حق وكل شيء تمام، إلى أن تفتح عينيها وترى الحقيقة وتكتشف إنه أنا كنت مخدوع كل هذه السنين، كل هذا العمر ضاع مني وأنا مخدوع. وبسبب الخداع، مع الخداع تأتي القيود. أنا بعيش كيف بعيش، بتصرف شو بتصرف، باكل شو باكل، بلبس شو بلبس، بعمل شو بعمل، بسبب الشيء اللي أنا مستقبله بحياتي ومعتبر بأنه هذا هو الصح. ومشان هيك حتى بتطلع بالآخرين وبصير بقول أنا الصح وهن الغلط. وقديش في أشخاص بالحقيقة باسم الحق أو باسم الصح بتلاقيهم مخدوعين ويحاربوا الأشخاص الآخرين، وتلاقي يتناحروا بعضهم مع بعض. كيف فيني أعرف الحق المطلق؟ ما هو الحق المطلق؟ شو هي الحقيقة؟ وين الحقيقة بهذه الدنيا؟ في حدا من 2000 سنة اسمه يسوع المسيح وقف وادعى أمام كل الناس، وقف هيك وقال أنا هو الطريق، أنا هو الحق، أنا هو الحياة. تعرف شو معناتها الكلمات؟ ما قال أنا هو طريق، أنا هو حق، أنا هو حياة. قال أنا هو الطريق، أنا هو الحق، أنا هو الحياة. بمعنى من المعاني لا يوجد طريق آخر إلا أنا، لا يوجد حق آخر إلا أنا، لا يوجد حياة أخرى إلا أنا. طب ادعى هذا ادعاء، كيف بنعرف إنه هذا اللي ادعى صح؟ شو الدليل اللي بيأكد بأنك أنت اللي عم بتقوله فعلا صح؟ استقرأ يا أحبة عن يسوع المسيح. لا يوجد أي شخص لا قبله ولا بعده، لا يوجد أي شخص قبله ولا بعده فعل ما فعل يسوع المسيح. أقام الموتى، زجر الرياح، مشي على المياه، ادعى بأنه الله. في شي حدا بيقدر يوقف يقول اسمعوني أحبة، كل الأنبياء في العهد القديم كانت تقول هكذا قال الله، هكذا قال الله، الله يقول لكم، الله قال لكم، الله يقول لكم. مش هيك؟ مش تقرأ كتير أنبياء يقول الله يقول هيك، الله يقول هيك، الله يقول هيك. لكن يسوع المسيح ما أجا قال هكذا يقول الله ولا مرة. عشان كان يقول الحق أقول لكم، أنا بلكم. حتى أنه بالحقيقة قد عدل على أمور قد قيلت في العهد القديم. كان يقول لهم هيك قد قيل لكم أما أنا فأقول لكم. مينك أنت لتلنا؟ الذي رآني رأى الله. كل ما فعله، كل أقواله. الخروف الضائع، كيف بيضيع الخروف؟ أبشع شيء بالإنسان إنه يكون ضايع بس هو مش عارف إنه ضايع. إمتى أبشع لحظة؟ لما بتكتشف إنك ضايع وبتصير مش عارف شو بدك تعمل، كيف بدي ارجع هلا. مش هيك؟ بس انا كل الطريق والجي بي اس عم بتدلني، انا مفتكر حالي تمام. ما في قوه بالعالم كان ممكن تقنعني اني ضايع. ليه؟ لاني متكل على صوت عم يخدعني. ما في قوه بالعالم فيها تقنعني اني ضايع، لاني متكل على صوت عم يخدعني، مش عم بتكل على الحقيقه. وياما اشخاص دايره دينتها لاصوات خداع. كيف بضيع الخروف؟ بضيع الخروف بيبقى هو مع كل الخواريف الباقيين، وبتلاقيه فجأة قرر انه هونيك في عشب احسن، بقى بيروح تياكل عشب، بيطلع بيقول شو هالراعي هذا، شو بيفهموا الراعي، بقى هونيك في عشب احلى، هونيك ليك شو حلوين الحشات، خليني اروح اكل عشب هونيك. وبتلاقيه راح ركض ورا مصلحته، بفتكر حاله بده مصلحته، بدي اكل انا ما بدي حدا. وبتلاقيه فجأة صار بمكان ما، وكل الخواريف والراعي صاروا بمكان آخر، وهو بعده عم بيركض ورا مصلحته وعم بيدور على الأمور ومفتكر حاله تمام، إلى أن فجأة يلاقي حاله محاط بالذئاب حتى ليخطفوه ويأكلوه. شو بقول الكتاب المقدس؟ قال الله أو راعي الخراف بيترك 99 وبيركض ورا الخروف الضائع. ليش الراعي بيترك 99 وبيركض ورا الخروف الضائع؟ لأنه للأسف هذا الخروف ضائع بغباء، ومفتكر حاله ذكي بس هو مش ذكي، ما بيعرف إنه ضائع. مشان هيك في راعي بيساعده. تعال لك يا حبيبي، تعال هون خليك مع الخواريف. الخروف هو الوحيد اللي بحاجة لراعي. الراعي يعمل مع الخراف، والخراف تحتاج إلى الراعي وهي تتبعه وهو يقودها ويهتم
يهتم بها ويرعاها. ومشان هيك ما في مجال انك تكون مؤمن بتحب المسيح وتحيا لوحدك من دون رعية، من دون كنيسة. سوف تضل، سوف يأكلك الذئاب. عليك انك تبقى جزء من الرعية، جزء من الحظيرة. ما تضيع حالك، ما تضيع، ما تنخدع. خطير انك تعيش بالبرية كخروف. سوف تؤكل. بحاجة انه يكون في راعي يحميك وخراف حدك، انت وياها تاكلوا سوا وتربوا سوا وتكبروا سوا.